انا هنا كنت عماله ارغي واقول اني جربت حاجات كتيره بالافوكادو، منهم ان انا عملت افوكادو بجبنه مش عارفه ليه، وعملت مره بالفراخ ومره عملته بالبيض ومره عملته بالعسل بقى ومكسرات بقى وبتاع. وكل الحاجات دي صراحه ما عجبتنيش قوي زي اللي عجبني اللي هنعمله معاكم النهارده في الفيديو. النهارده جايه اعمل لكم اكتر حاجه يعني حببتني في الافوكادو، واللي هو عصير الافوكادو بالحليب. فيلا بينا نعمله. لكل كوبايه عصير تقريبا هنحتاج 300 مللي من الحليب وافوكادو، ممكن نزود الحليب او نقلل على حسب يعني احنا عايزين يكون قوامه تقيل ولا خفيف. هنقطع الافوكادو ونحطه مع الحليب، وممكن تحط عليه 3 او 4 معالق سكر او 3 معالق عسل، فانا يعني هحط عسل قال يعني هيلثي وبتاع. وممكن تعملوه ساده او تحطوا معاه موز او اي حاجه تانية الا كيوي الا كيوي الا كيوي. وممكن تزين الكوبايه بعسل. يلا بقى ندوقه. جميل عشان انا اللي عاملاه، وبجربوها وبالهنا والشفا.